دلوقتي عاملين ايه؟ فيديو جديد معايا النهارده، فيديو الاسوعه وكلام مع البويز خالص. حضر بقى طبق السناكس بتاعك، واللي ما يعرفنيش انا اخوك ياسين، بقدم محتوى رياكت، فيديوهات وضحك وهزار ومفيش اي حاجه من الجد. احنا بتوع الهلس. يلا بينا. لك يا اخويا، انت كنت في الحكايه. اه وتمانية ماسكين دراعي، ما عرفوش يكسروا دراعك. ما عرفوش يكسروا دراعي. رحت تمانية ايه يا اسطى؟ ده انت ما فيكش حته سليمه. انت ما فيكش حته سليمه، ولا دراع ولا دماغ ولا اي حاجه سليمه. رحت مديله عيني. اديته ايه؟ اديته عيني. انت كنت بتصد بجسمك صح؟ انا كنت بشد بجسمي يا ابويا. انا قلت كده. انا قلت كده برضه، اللي انت كنت بتصدي بجسمك. ايه يا اسطى ده؟ ده انت كنت مديهم تيمة قلبك كلها. خرب بيتك يا سمير، اللي حصل فيك ده؟ ايه اللي حصل فيك يا سمير؟ كنت بتخانق مع عيل يا شعلة والله. لا هو اكيد مش عيل يا سمير، ده مش اكيد عيل، ده اكيد بني ادمين كتير، ده اكيد جيش يا سمير، ده اللي عمل فيك كده، ده اغتصبوك يا سمير. مسكته نفضته. قول لهم ايه اللي حصل، ايه سبب الحكايه؟ قال لي لو راجل اقف استناني. ده مفيش حكايه اصلا يا سمير. يعني ايه اقف استناني؟ هو مفيش حكايه يا اسطى. انتوا يعني قطعتوا بعض كده بسبب ايه اقف استناني؟ يعني انا بعد كده لما اقول لحد في الشارع اقف استناني كده هيقطعني ولا ايه؟ سبب الحكايه يا سمير؟ بص لي بصه ما عجبتنيش. يقول مين تاني لكل الرادارات؟ اي حد يبص لي بصه ما تعجبنيش عامل فيكم زي ما سمير عمل في التاني. انا قلت بس. مسكته نفضته. نبص لهم هنا. قال لي اصبر يا راجل اقف استناني. حلو. هو المصيبه يا سمير اللي انت وقفت، ايه اللي خلاك تقف يا راجل؟ كنت تروح سليم غانم، الدنيا جميله معاك، ايه اللي خلاك تقف يا راجل؟ ده انت جسمك متشلفط. حلو. راح جاب لي منطقه بحالها وجه. بالصلاه على النبي، هم اللي عملوا فيك كده؟ بقول لك ايه، قمت بيهم مع حالي. طبعا يا سمير، هو انت يعني احنا بنكدبك يا اسطى؟ طبعا ما احنا شايفين قدامنا اهو، الحمد لله كل حاجه باينه قدامنا، احنا شايفين تفاصيل الخناقه كلها قدامنا. لوحدك؟ لوحدي. قمت بيهم كلهم؟ قمت بيهم كلهم. وبقول لك ايه، مفيش اي حد منهم عرف يكسر لي دراعي. هو جرى يا سمير؟ هو انت فيك كام دراع يا اسطى؟ انت الدراعين بتوعك مكسورين اصلا، ما فاكش اي حاجه غير الدراعين، ما فيش غير رجلك هي اللي سليمه يا سمير. انت بتضحك علينا ولا ايه؟ حبيته بيني وبين نفسي. ليه يا ماما حب من طرف واحد؟ ليه بتعملي في نفسك كده؟ حبي نفسك يا ماما، حبي نفسك بدل الهبل اللي انت طالعه تعملوه لنا ده، يخرب بيت الهبل. وما قلتلوش على اللي في نفسي. انت عارفه اللي انت عامله صح يا اختي؟ لما بشوف عينيه. علياء بلاش عينيه، علياء بلاش عينيه، علياء هتموت الواد، بلاش عينيه. الواد ما هو اصلا بني ادم كله ما حلتوش غير عينيه، فما تضيعهالوش. كفايه كفايه اللي انت عملتيه فينا وفي التيك توك، وعملتي بلاوي. ما بقتش عارفه اقول له ايه، ما اعرفش ليه خبيت عليه. انا قسما بالله علياء، انا لو جارك في العماره لو كنت نزلت فجرت الشقه اللي انت فيها بسبب الصوت اللي انت عاملاه ده. صدى صوت ده ولا ايه ده؟ بضعف قوي لما بشوف عينيه، كل حب الدنيا دي في قلبي جه. شيخة بتقلة فينا بقى، بتقلة فينا يا شيخة، بتعملي فينا ليه كده؟ احنا عملنا لك ايه؟ عملنا لك ايه؟ طيب ما هم خلاص دول اتقطعوا في المطبات يعني انا مش عارف اعمل فيك ايه، انا مش عارف، انا خايف اصلا، يعني انا خايف على نفسي، يعني انا خايف على نفسي من الهيكل اللي قدامي ده، ممكن يعمل فيها حاجات مش طبيعية، ربنا يسترها علينا. انت اغلى الناس عليا، روحي فيك. تقريبا حسينا بالجنان صح؟ حسينا بالجنان صح؟ التقيلة بقى يا شيخ، التقيلة. طبعا انا تنازلت وتواضعت ونزلت ركبت الميكروباص امبارح، اخدت الدرس الحلو ده والشنطه الاموره امال دي. انت في العادي بتركبي ايه؟ معلش اصل احنا كلنا بنركب مواصلات، انت بتركبي طيران ولا ايه بقى؟ عشان نبقى فاهمين برضه، نبقى ماشيين على نفس ايه اللاين كده مع بعضينا.
الأمورة دي من عند ميرو شاد ونزلت، قلت ارفه بقى عن نفسي. المهم ركبت الميكروباص، وهنا بقى التنازل يا بنات في حقوق نفسكم. لا مش أول فاهم افهمها دي، يعني المفروض البنات لما بتيجي تركب ميكروباص بتتنازل، اما اللي بتركب مترو بقى بيحصل فيها ايه بقى؟ دي بتبقى يعني بايعة نفسها. اول ما قعدت لقيت واحد جه خلاص هيقعد على حجري، فقلت له ما انت مش معنى انك زبلة انك تقعد على حجري. لا عادي، طالما زبلة عادي مشي الحوار، يعني زبلة مش هتحسي بيها يا شيخة. المهم فوجئت لقيته بيقول لي اسكتي يا بنتي دي مناخيرك. ايه ده؟ هو انت بتتكلمي كده؟ هو ده طريقة كلامك ولا ده الكلام اللي هو كان بيقوله لك، ولا انت ايه نظامك معانا؟ عشان انا مش فاهم كل حاجة، البروجرامر بتاعك انا مش فاهمه لسه بستوعبه. دي مناخيرك دي قد الشجرة، قد الشجرة. رحت جايه قايله له انا مناخيري قد الشجرة. حصل وانا شاهد معاه، حصل يا اسطى. يلا بينا نروح نعمل فيها محضر اللي هي مناخيرها قد الشجرة. طب انا بقى هعدلك بقك ده. لقيت لكم معاه علبة عصير كده معلبة بشاليمو، راح جاي ماسك الشاليمو رميه، وماسك العلبة رميها انت اكيد بتحكي عن واحد في كي جي 2 تقريبا، مش يعني مش بالمواصفات اللي انت كنت بتحكيها لنا في قلب الفيديو. المواصفات بقى اللي انت لسه قايلها دي بتاعت واحد في كي جي 2، مش او في ابتدائي مثلا يعني. وبيعمل لي كده بيقول لي انا ما حدش يتحديني. رحت انا ميت على نفسي من الضحك، واخدت الشنطة بتاعتي ومشيت. يعني انا برضو مش فاهم، انت اتنازلت عن حقوقك وبعد كده ركبتي ومش عارف ايه ركبتي دي انتوا ايه؟ طيب في ايه بقى؟ انا مش فاهم الفيديو دوت عبارة عن ايه. انا لغاية دلوقتي يعني بعد الهلومة دي كلها انت خدتي بعديكي ومشيتي صح؟ تعالى بقى نكمل نشوف هي مشيت فين، عشان انا مش فاهم. امال هعمل ايه يعني؟ بصراحة الناس بقت all no اوسوفاج. الله اكبر، ده درس بره يا عم الحاج. نو اوسوفاج ده ايه؟ ده برفيوم جديد دوت ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو اي كلمتين حافظينهم ندخلهم في بعض نعمل جملة ولا ايه؟ في مش اي كلمة كده يعني. بس وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك اديني واحدة ايه كومنت كده وقول لي الدنيا ايه نظامك، ايه رأيك في الموضوع، تمام؟ واحشيها واحدة لايك. يلا سلام، اشوفكم في الحلقة الجديدة ولا الفيديو جديد، اي حاجة جديدة. انا بحب الجديد دايما. يلا بينا.